اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي راحة بال. جايلكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله يعجبكم. تعالوا بقى يا بنات اوريكم كده. الحاجات اللي عندي مشتريات للعيد، انا كنت جايباها لبس ليا. وفي منها دي كانت هدية، كانت جايه لي هدية. تمام. هوريكم الحاجات اللي عندي ان شاء الله، وهقول لكم الافكار اللي انا عايزه اعمل بيها ستايلات لبسي للعيد. آه وان شاء الله بقى انزل اجيبها واكملها، ونبقى نعمل بقى الستايلنج ده ان شاء الله كده في فيديو بقى لوحده، كده بقى نلبس القطن كده واوريها لكم. فباذن الله فكره الفيديو يعجبكم، وقلت يعني انزل لكم فيديو كده بسيط لطيف ظريف، باذن الله يعجبكم. بص، اول حاجه الشنطه دي كانت جايه لي هديه. تمام. من محل اسمه كريستو ستور اهو، شايفينه؟ ده في سبابيش عندنا اهي. بصوا دي شكلها، عايزه اقول لكم خامتها تحفه تحفه تحفه. هي بدراعين كده زي ما انتم شايفين، ومن جوه فيها زي محفظه، شكلها شيك قوي اهي. لا، وجوه المحفظه فيه حاجه تانية. الاول نشوفها اهي. دي محفظه كده، ممكن تمسكيها كده وانت ماشيه، تحطي بقى فيها الموبايل، تنزلي بيها كده مشوار سريع جنب البيت تشتري حاجة. وكمان معاها المحفظة بقى دي اللي بنحط فيها الصور اهي شكلها. حط بقى هنا الصور. تمام. والشنطة ده شكلها كده من الجنب اهي، شايفينها؟ هي بقى متقسمة جوه ل حاجتين كده. تمام. وفي النص سوستة اهي، في النص ما بينهم في سوستة. في الجنب ده في سوستة برضو، والجنب التاني برضو في سوستة، مش سوستة يعني جيب كده. خلاص. معاها بقى الدراع ده اهو. اهي دي شكلها، ممكن تقصريه بقى وتطوليه يعني براحتك يعني اهو. ده كده شكلها. هنا بقى دول انا كنت جايباهم قبل كده من واحده صاحبتي. وان شاء الله اكمل بقى بقيه اللبس. انا قلت اشيلهم للعيد، فان شاء الله كده اكمل باقي اللبس. طيب الشنطه دي هعمل بيها ايه؟ انا قلت اوريها لكم، اخد رايكم برضو كافكار. ان انا بفكر اجيب حاجه كده، يعني زي بوكلت كده، او يعني حاجه كده بلوفر طويل او كده، لونه بيج. عايزه البس بصراحه بيج في اسود. ف يعني الشنطه هي اللي خلتني ان انا عايزه اجيب كده. تمام. فبفكر ان انا اجيب حاجه كده على بنطلون اسود، وعندي بوت بيج. بفكر يعني، قولوا لي برضو ايه رايكم في الموضوع ده، ان انا اعمل طقم كده يعني. انا عندي البنطلون الاسود وعندي البوت، مجرد بس ان انا هجيب حاجه بس بيج او كده، هدور على حاجه كده. بص، عندي كمان البلوفر ده، او مش عارفه ليه اسم كده. الخامه دي اكيد انتوا عارفينها اهي. انا عندي منه لون جراي. دي برضو اللي هو لونه بصلي. ده شكله مفتوح كده من الجنب ده، ومفتوح كمان من الجنب التاني. تمام. هلبس بقى تحتيه شميز وعلى بنطلون جينز، فممكن البس شميز ابيض. تمام. وعلى بنطلون بقى جينز وكوتشي كده. يبقى شكله شيك كفكرة يعني. آه، قولوا لي برضو ايه رأيكم في الموضوع ده، عشان ايه يعني؟ ده لو الجو ايه مش ساقع، لو في ساقعة هلبس بقى فوق الكلام ده كله جاكيت يعني. قولوا لي برضو كده ايه رأيكم فيه، فكرة الستايل ده يعني. اه، يعتبر كده ده كاجوال يعني. كذلك السويت شيرت ده. إيه برضو ده انا كنت جايباه من صاحبتي. هو ده شكله. اولا هو اوفر سايز، متبطن من جوه، خلاص عليه الرسمة دي من قدام كده من فوق.
ومن ورا الرسمة دي اهو، شايفينها نفس الفكرة يعني. لونه كده لونه بيبي بلو. من هنا كده من قدام فيه زي جيب كده تدخلي ايدك فيه تطلعي ايدك الناحية التانية. تمام. ده شكله اهو. فكرت ان انا البسه على بنطلون ابيض، انا عندي بنطلون ابيض وايد ليج اهو. ده شكله. وعلى كوتشي برضه، يعني ابقى كده وعلى كوتشي اهي. وشنطة بقى، اجيب شنطة كده يعني صغنونة كده، عايزة اجيب شنطة صغيرة بصراحة مش كبيرة اهو. قولوا لي برضو رأيكم ده هيبقى عامل ازاي لو لبست البنطلون الوايد ليج على السويت شيرت ده، هيبقى الشكل عامل ازاي؟ ولا البس يعني بنطلون جينز، يعني يبقى البسه على بنطلون جينز؟ قولوا لي برضو. انا لسه يعني ايه بفكر يعني، قلت اعرض معاكم واخد رايكم عشان لو كده تدوني افكار. يعني اللي عنده فكره برضو يقول لي قبل ما انزل واشتري، يعني يكتب لي بقى تحت في التعليقات، يقول لي افكار ممكن البس السويت شيرت ده كده على وايد ليج ولا على جينز ولا ايه. تمام. وكذلك البوكلت ده او السديري ده، برضو فكرته ان انا البس تحتيه شميز و... وعلى بنطلون. انا عايزه برضو ايه، يبقى شميز مثلا ابيض او اسود وعلى بنطلون جينز وكوتشي. ودي زي ما قلت لكم كده هستغلها في ان انا عايزه اجيب حاجه بسيطه ما تكونش بقى ايه يعني مقفوره يعني. بس قولوا لي رايكم بقى كده ايه في الحاجات دي. وتعالوا بقى يلا نروح مع بعض نطبق بقى الغسيل وندردش شويه. بصوا بقى يا بنات، انا زي ما انا وريتكم كده بقى اللبس اللي عندي ده، زي ما قلت لكم هو جديد. ما انا ما لبستهوش، انا جايباه السنه دي يعني. اللبس الهدوم اللي انا وريتها لكم دي بس انا كنت جايباه على اساس ان انا في الشتاء، في اول الشتاء وكده والبسهم و... واظبطهم بقى، مثلا حاجه ناقصه مثلا كوتشي ناقص بنطلون ايا كان اللي انا كنت عايزه اكمله بيه. بس انا سبتهم وقلت طب ما اسيبهم للعيد وبعد كده ابقى اكمل، يعني ان انا ايه ابقى اكملهم. فعايزاكم بقى تكتبوا لي تحت في التعليقات الستايل يعني حلو كده، ولا ان انا ممكن ابدله بحاجة تانية معينة. عايزة اعرف رأيكم برضو. تمام. وان شاء الله ابقى اشتري بقى الحاجة وبعدين بقى بصورها معاكم واوريكم بقى الستايل بتاعي. آه، عايزاكي بقى ما تشيليش هم الحاجة، عايزاكي كده تدبري وتوفري على قد ما تقدري. لو انت عندك حاجة سواء كانت جديدة او قديمة جدديها، جدديها بحاجة بسيطة. لو حتى هتجيبي لها طرحة، لو هتجيبي لها عقد كده تلبسيه، لو اي حاجة عايزة يعني تجدديها وتلبسيها في العيد هتقدري، والله صدقيني هتقدري. انا الحاجات دي لما كنت جايباها، انا كنت جايباها زي ما قلت لكم من صاحبتي، جايباها يعني كل شهر بديها حاجة، فما حسيتش بيهم. يعني انا ما حسيتش بالحاجة دي. مش معنى ان انا بقول لك القسط حلو او ان انت روحي جيبي بالقسط، او ممكن تشوفي اي حد كده بيبيع اونلاين. لا، هي الفكره بس انا بقول لك انا عملت ايه، انا جبتهم ازاي. ما حسيتش بيهم وجا عليا الوقت ان انا ممكن دلوقتي بدل ما اجيب طقم كامل متكامل هجيب مثلا حاجات بسيطه تكمله، بنطلون كوتشي كده يعني حاجات بسيطه. الطرح انا عندي طرح كتير، هشوفها برضو هحاول ان انا ما اجيبش طرح لان انا عندي طرح كتير بس واعمل بقى كده ايه ستايل لبس ان شاء الله كده يبقى حلو مناسب ليا، وما كنتش مكلفة نفسي فلوس كتير، لان طبعا احنا في الوقت ده ولادنا ومحتاجين نجيب لهم حاجات، ومحتاجين يعني نظبطهم في حاجات كتيرة. بس في وسط الدوشة والزحمة دي ما تنسيش نفسك. حاولي ان انت حبيبة قلبي ما تنسيش نفسك، جيبي لك حاجة تفرحي بيها نفسك. قومي دلوقتي افتحي دوليبك، شوفي ايه اللبس اللي عندك، جدديه. يعني قولي مثلا انا هلبس ده طب انا لو ده اللي ناقصه، طب ايه اللي ناقص كذا. حاولي انت لو قدرتي توفري ولا حاجه يوم ولا يومين تروحي تشتري لنفسك، لان انت لنفسك عليك حق. تمام. محتاجه تفرحي نفسك ولو بحاجه بسيطه عشان تقدري تكملي. احنا بشر واحنا من حقنا نفرح، احنا كستات من حقنا نفرح لان احنا بندي كتير وبنخدم كتير، ومن حقنا برضه نفرح نفسنا.
سواء بقى كنت بتشتغلي سواء كنت ربة منزل، هي مش واقفة على حد معين. لكن احنا بشكل عام نستحق ان احنا نجيب لنا احلى حاجة، ونستحق ان احنا نجيب لنا احلى لبس. ف ان شاء الله كده تجيبي كل اللي نفسك فيه يا روحي. طبعا عملت معاكم روتين بسيط كمان مع الفيديو، عشان برضو ايه يبقى فيديو كده حلو ويعني مختلف. زي ما قلت لكم نزلت معاكم الفيديو ده بسيط كده، ان شاء الله يعجبكم. إيه، طبقت بقى كده الغسيل اللي كان بره، وعدلت بقى الرفيف دول بتوع الولاد، كانوا يعني حاجات كده فوق بعضها. بس كده روتيني كان خلاص، اتمنى انه يكون عجبكم. سلام.